ملخص اليوم الخامس من كأس العالم فيفا قطر 2025. نبدأ من مباراة المغرب وعمان. المغرب يدخل ب3 نقاط ورغبة في حسم التأهل مبكرا، وعمان تدخل بلا نقاط وتبحث عن العودة للمنافسة. المباراة تبدأ بسيطرة مغربية واضحة، لكن نقطة التحول الكبرى جاءت في الدقيقة التي تحصل فيها عبد الرزاق حط الله على بطاقة حمراء مباشرة. تغير شكل المباراة بالكامل، وألف حسابات المغرب داخل الملعب لتتحول السيطرة إلى صراع متوازن وضغط عماني كبير، وينتهي اللقاء التعادل يجعل المجموعة مشتعلة جدا، ويرفع رصيد المغرب إلى 4 نقاط ويمنح عمان أول نقطة في البطولة. أما في المواجهة الثانية المنتخب السعودي يواصل طريقه بثبات أمام جزر القمر، أداء منظم، حلول هجومية وثلاثية جميلة تنتهي 3-1، ليصل الأخضر إلى 6 نقاط كاملة من انتصارين متتاليين ويقترب بشكل كبير من التأهل للدور القادم. راسة اليوم الخامس المغرب يتعقد موقفه في الطرف، وعمان تعود للمنافسة، والسعودية تثبت نفسها كأقوى فريق المجموعة ب6 نقاط، والموعد في الجولة الأخيرة سيكون حاسما للجميع. وفي نهاية المقطع إذا أعجبك المقطع اعمل لايك واشترك في القناة عشان تصل لأول 1000 مشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.